هل يستطيع العراق لعب دور المحور في التفاوض بين إيران وأمريكا؟ علق المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية نبيل العزاوي على إمكانية تقديم إيران تنازلات لأمريكا وإسرائيل لعدم خسارة العراق بعدما خسرت كل من لبنان وسوريا. وقال العزاوي إن العراق سيبقى الجار المهم لإيران، حيث تمتلك إيران شريانا اقتصاديا كبيرا مع العراق الذي يعتبر ثقلا سياسيا كبيرا، ويمتلك من الموثوقية الدولية ما يجعله وسيطا معتمدا لحل الخلاف المزمن بين إيران والولايات المتحدة دون فرض الأوامر. وأضاف أن إيران لن تستسلم بسهولة، كما أن تصريحات مرشد الجمهورية الإسلامية الخامنئي توضح استعداد إيران لأي تهور أمريكي، وأنها ستتلقى صفعة كبيرة، مؤكدا أن خسارة إيران لسوريا مؤلمة، لكنها تبقى دولة كبيرة وتعمل بذكاء وبراغماتية، حيث لم تغلق باب المفاوضات بشأن الملف النووي، ولكنها ترفض الرؤية الأمريكية. وأوضح أن إيران ستسعى لتحقيق أهدافها من خلال المفاوض الذكي لضمان أقل الخسائر السياسية وحفاظها على نفوذها في المنطقة، مشيرا إلى أن السؤال الأهم هو كيف سيتعامل ترامب مع المواقف الإيرانية التي لا تتوافق مع رغباته، وهل سيتخذ خطوة لضربها. وأكد أن ضرب إيران في الوقت الحالي أمر صعب، خصوصا أن إشعال المنطقة سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية هائلة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسيا على إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.